قسطنا كبدا في الهند في واحد المدينة اللي سميتها سطاي. كنشوفو هاد الولد اللي سميتو ستارلي كان غادي للمدرسة باش يقرا. غادي يدخل وما غاديش يلقى تما الأصدقاء ديالو. جبد واحد الدفتر وبقى كيرسم. في واحد اللحظة هم جايين التلاميذ. ملي جاو غادي يدخلوا وبقاو كيضحكوا معاه حيت هو كان عزيز عليهم بزاف. دخلت الأستاذة ديال الموسيقى اللي سميتها روزي وغادي تطول في الوجه ديال ستارلي وغادي يبان لها موسخ وجهه. قالت له مالك موسخ وجهك؟ قال لا انا كنت جاي وتبعني واحد الكلب وطيحت على وجهي وتوسخ. بقى كيدير لها بعض اللقطات البهلوانيه. قالت له يلا سير غسل وجهك واجي رجع باش غادي نبداو الدروس ديالنا. هنايا مشى باش غادي يغسل وجهه وغادي يجي واحد الاستاذ ديال الرياضيات اللي كان سميتو سطاي. جا ولقاه تما. قال له انت مالك موجهك؟ قال له انا طحت في الارض وتوسخت من وجهي. قال له يلا رجع لبلاصتك. في واحد اللحظه غادي يقولها للتلاميذ وبقاو حاضين داك الاستاذ ديال الرياضيات يجي. ملي دخل ما كيحملوش حيتاش كياكل لهم الماكله ديالهم. دخلت الاستاذه ديال العلوم وبقات كتفرق عليهم الفروض. في واحد اللحظه غادي تشوف الدفتر ديال ستارلي وجبراتو موسخ. قالت له مالك ما كتهتمش بالكتوبه ديالك؟ قال لها صافي يا استاذه غادي نبقى نهتم بالكتوبه ديالي اخر مره. قالت له هكاك نبغيك اوليدي يلا. هنا كنشوفوا جا الاستاذ ديال الرياضيات وبقى كيشرح لهم. في واحد اللحظه غادي يجيه الجوع. قلب حتى شي واحد ما عنده الماكله ما جاوبوهش مره. بقى كيشرح لهم. واحد التلميذ غادي يفتح الماكله وكلا في وسط القسم. غادي يشم الريحه ديال الماكله. قال لهم شكون كياكل هنا في القسم؟ حتى واحد ما جاوبو. قالوا له حنا ما كياكل فينا حتى شي واحد. هو مريض بالحاله الهستيريه مي ما كياكلش كيمرض. وهنا ملي سالاو الدرس غادي يمشي يقلب على الماكله ما غاديش يلقاها مره. في واحد اللحظه خرجوا للاستراحه. مشى لواحد الماليطه واحد التلميذ وغادي ياكلوا الماكله ديالو وغادي يرد له الماليطه لبلاصتها بحال ما كاين حتى شي حاجه. جاو التلاميذ وبقاو كياكلوا. هنا كنشوفوا ستارلي ما جابش معاه الماكله حيتاش العائله ديالو كانت فقيره ما كيطيبوا له حتى شي حاجه. وزيدون ما عندهمش المال باش يعطيوه باش يمشي يتقدى من الحانوت. سولو الصديق ديالو. قال له مالك ما جبتيش الماكله؟ قال له ماما ما كايناش في الدار وما دارت لياش الماكله ومشيت للحانوت ولقيتو ساد. هنا تا واحد ما بغى يذوقو غير واحد الصديق ديالو. جا عنده داك الاستاذ ديال الماط. قال له مالك انت ما كتجيبش الماكله معك؟ قال له غير نسيتها. قال له يلا سير في حالاتك من هنا. غادي يمشي وغادي يشرب الماء باش ما يجيهش الجوع. وبقى فيه الحال حيتاش قمعوا الاستاذ التلاميذ كياكلوا وهو زبل فيه حداهم. وبقى فيه الحال بزاف. الغد ليه رجعوا للمدرسه باش يقراو. وهنا كنشوفو بقى جالس وجات ديك الاستاذه ديال العلوم وغادي ينوضوا يتناقشوا مع الصديق ديالو حيتاش التلاميذ كيجيبوا الماكله وهو ما كيجيبش. ملي كيهضروا معاه كيطلع له الدم. وهنا غادي تخرجهم لبرا. قالت لهم علاش كديروا لنا الفوضى؟ خرجوا برا بحالاتهم. جا الوقت ديال الماكله بداو كياكلوا وما جابش الماكله مره. وغادي يذوق واحد الصديق ديالو والاستاذ ديال الرياضيات كياكل الماكله ديال الاساتذه. كيقول لهم انا نسيت الماكله في الدار هو غير ما كيجيبش الماكله معاه. وهنا كنشوفو ستارلي غادي عاوتاني ينوضو يضربوا مع الصديق ديالو. يدهم كانوا كيتلاقاو حيتاش هو كيكتب باليسريه وصاحبه باليمنيه وما كانوش كيتفاهموا. جا عنده الاستاذ قال له حل واحد اما ترجع اللور مره ولا تبدل هاد الصف مره. غادي يقرر باش غادي يبقى يكتب باليمني ولا غد ليه طلبوا منه باش غادي يلعب معاهم الكره. قال ماما ما كتبغاش. قالوا له هاكا التليفون وقولها لها. غادي يعطيوه واحد التليفون وغادي يدير واحد الرقم اللي غير موجود وعمل نفسه كيهضر معاها. قال لهم ماما راها وافقت. عجبه بالحال ملي قال لهم ماما راها وافقت. وجدوا الماكله وغادي يتقاسموا ستة ستة وغادي يديروا واحد الماتش ديال الكره كان زوين بزاف. وهنا كنشوفوا الاستاذه اللي سميتها روزي كتقرا الدفتر ديال ستارلي. غادي تلقى فيه واحد القصه كاتبها زوينه وبقات كضحك وكتبت له في الدفتر باللي عجبتني هاد القصيده بزاف وما كرهتكش تقراها عليا. من بعد غادي تجي لعندهم غادي تقول لهم باللي غادي نديروا واحد السوايع اضافيه ابتداء من ديسمبر 12 2006. غادي نبداو هاد الشيء. من بعد قالت لهم جيبوا الماكله راه غادي نبقاو نزيدوا السوايع بزاف. جا ديسمبر 12 2006 وغادي يبداو يديروا ديك التمارين اللي قالت لهم. طلبت مستر لي غادي ينوض وغادي يقرا عليها ديك القصيده اللي كان كتبها. والتلاميذ عجبهم الحال وبقاو كيضحكوا. من بعد كنشوفوا الامهات ديال التلاميذ كيوجدوا الماكله.
ولكن الام ديال ستارلي فقيره بزاف، ما عندها كيف دير طيب له الماكله. غادي يوجدوا بزاف ديال الاكل وكيعولوا باش غادي يعطيو الوليدات ديالهم ما ياكلوا، ولكن هو ما عندوش. من بعد كنشوفوهم جاو المدرسه وجابوا معاهم الماكله، ولكن الاستاذ ديالها الماط ما بغاش يشرح، بقى عينو غير في هاد الماكله، وبقى كيقارن بين الصفوفه شكون اللي جاب الماكله فيهم الزوينه. وبدا كيقلب في واحد اللحظه غادي يجبر المجموعه ديال ستارلي جابت الماكله زوينه، مشى لتما وبقى واقف عليهم ملي خرجوا ياكلوا. وغادي يلقاه تما، قال له انت اش كدير هنايا؟ انت اصلا ما كتجيب حتى شي حاجه، يلا سير في حالاتك، وانت اصلا والديك ما بقى يدينش بك، ما يبقاوش يصيفطوك للمدرسه. هنا غادي يبقى فيه الحل بزاف وغادي يخرج بحاله. بقاو كيقولوا له التلاميذ بلا ما تقلق. قال لهم هذه المره الثانيه هو كيدير ليا هكا. قالوا له غير اجي تاكل هالماكله. قال لهم والله لا كليت، انا ديما كيحقر عليا. قال لهم انا ماشي ناكل في دارنا، وغادي يخرج بحالاته. وهنا الاستاذ ديال الماط عجبو الحال ملي شافو خرج بحاله، وغادي يجوز لديك الماكله وبقى كياكلها وما كيشوفو فيه، ما كيحملوهش مره. وهنا كنشوفو غادي بغاو يعيطوا على ستارلي وما غاديش يجاوبهم. وهنا باللي غادي يجي المدرسه قالوا له مالك انت ما كتجيبش الماكله؟ قال لهم انا ماما ما كايناش في البيت، مره مسافره، كيف غادي ندير نجيب هاد الماكله وانا غير بوحدي؟ قالوا له صافي غادي تبقى تاكل معانا وغادي نبقاو نهربوا لهاد الاستاذ. ملي جا الاستاذ ما غاديش يلقاهم، يبقى كيقلب عليهم، غادي يلقاهم في واحد البلاصه، والغد ليه غادي يمشيو له في واحد السطح ديال المدرسه وغادي يلقاهم تما. قال لهم علاش ما كتاكلوش في القسم؟ قالوا له احنا المدير قالنا ما تاكلوش في القسم مره باش نحافظوا على النظافه ديال المدرسه. قال لهم لا، هاد الشي كديروه من قبال ستارلي، شفتوني كندوي معاه. هنا غادي يخرج بحاله وطالع له الدم. والغد ليه قرروا باش غادي يبدلوا داك المكان باش ما يلقاهمش. غادي يمشيو لواحد البلاصه وغادي يلقاهم عاوتاني. قال لهم نتوما كديروا هاد الشي على ود ستارلي، ولكن انا غادي نوريكم. غادي يقبض ستارلي، قال له شوف انت لا ما باقيش تجيب الماكله ما باقيش تجي عندي المدرسه مره، لا جيت لهنا راه غادي نضربك. وستارلي غادي غادر المدرسة وما بقاش كيجي. وهنا كنشوفوا التلاميذ بقى فيهم الحل بزاف، حيتاش هو الصديق الوحيد اللي كيرتاحوا له. غادي يقول لهم الاستاذ راه عندنا واحد المسابقه ديال الموسيقى، خاص شي واحد فيكم يقوم بهذا الدور. هنا غادي يجي لبالهم ستارلي، قالوا هو اللي يقدر يقوم لنا بهذا الدور. غد ليه جازت واحد المده ديال اسبوع، بغاو يصوني على الام ديالو باش يرجع للمدرسه، وغادي يلقاو داك الرقم غير موجود وتصدموا. وهنا حتى الاستاذ غادي يبقى فيه الحل ملي جلاه من المدرسه. من بعد كنشوفوا غادي يخرجوا من المدرسه وغادي يتلاقاو ستارلي، مشاو كيجريو لعندو، سلموا عليه وتوحشوه بزاف. قالوا له حنا راه عندنا واحد المسابقه، خصك ضروري تشارك معانا. غادي يجبدوا واحد الطيست وغادي يوريوه له. قالوا له هاك حفظوا. والغد ليه جا المدرسه، الغد ليه جا المدرسه وغادي يشوف الاصدقاء ديالو كيرقصوا، عجبو الحال حيتاش هو كيعرف للرقص. وهنا الاستاذه جات وغادي تسول الاصدقاء ديالو، قالت لهم مالو ستارلي اسبوع ما جاش المدرسه؟ غادي يقول له واحد التلميذ باللي الاستاذ ديال المات جلاه، ما كانش كيجيب الماكله وطردوه من المدرسه. وهنا تعصبت وبقى فيها الحال بزاف، وجات الاستراحه باش ياكلوا. دات الاستاذ الماكله، قال لا لا شبعان بزاف. قالت له واجي انت كيفاش يسمح لك الخاطر ديالك تجلي الدري على الماكله؟ واش انت بشر ولا شنا هو؟ ولكن والله لا سكت لي حتى نقولها للمدير. قال لا لا هو ما كيجيبش الماكله، انا ما درت له والو. قالت له لا كانت العائله ديالهم فقيره وانت اش من دخل عندك؟ هنا كنشوفو ستارلي كيدرب على الرقص، غادي يجي واحد الاستاذ ديال الرقص غادي يشوفو غادي يعجبو. قال له انت يا واحد الفنان زوين كتعرف ترقص، انت هو اللي غادي تنظم لنا ليكيب وغادي نتهلا فيك مزيان. من بعد عجبو الحال وغادي يسلم عليه. الغد اللي كنشوفو ستارلي ما جيب واحد الشكاره عامره بالماكله وغادي يمشي للمدرسه. ملي مشى غادي يمشي عند الاستاذ ديال الماط وغادي يعطيه ديك الماكله. الاستاذ ملي شافو يتعامل معاه بهذه الطريقه بقى فيه الحال بزاف. من بعد المدير جمعهم وجمع حتى التلاميذ والاساتذه، وقال ستارلي باللي الاستاذ راه كيطلب منك المسامحه. جبرت واحد الورقه كيقول باللي راه غلط معاك بزاف وانت واحد الوليد زوين، ولكن غادي نجمعوا داك ليكيب اللي غادي نديروا معاهم داك الاجتماع، وغادي نعطيوك انت هو اللي تهضر في الميكروفون. غادي يعطيوه الميكرو
وغادي يهضر بواحد الصوت تايق في راسو. والناس اللي كانت تما كلهم عجبهم الحال وبقاو كيتصنتوا ليه. من بعد ملي سالا جات عنده الاستاذه ديالو قالت له غادي نوصلك للدار. قال لها لا ماما راه غادي تجي ديني من هنايا. هو غير كيكذب عليها. هو كان خدام غير في واحد المطعم ديال عمو وما كان عندو لا ام لا اب. وداك عمو كان قبيح بزاف ديما كان يضربو حيتاش كان كيتعطل على العمل ديالو. وهنا كنشوفو ستارلي كان كينعس غير برا. حتى لهنا كنكون وصلت للنهاية ديال الفيديو. لو وصلتي معايا حتى لهنا ما تنساش دير واحد لايك وسبسكرايب باش يوصلك كل جديد. تهلاو. كان معكم ولاد البيل ديزني.